أنا مقاتل سابق محمد حسين عوض. تاريخ التجنيد 23/11/1965. نعم. تاريخ الخروج من الخدمة العسكرية 24/8/1974 بعد انتهاء معركة أكتوبر المجيدة. بمعنى أنني خدمت في القوات المسلحة كمجند حوالي 10 سنين و9 أشهر كاملين. يعني 11 سنة طبعا. 11 سنة كاملين. 11 سنة. 11 سنة كاملين. تمام. فهذه المناسبة مبدئيا بهني جميع أفراد القوات المسلحة بحلول العيد 50 لحرب أكتوبر المجيدة التي كنت متشرف بوجودي بها أثناء الخدمة العسكرية، وأدعو الله أن يرحم شهداء وحدته العسكرية الذين لقوا ربهم أثناء حرب الاستنزاف وأثناء حرب أكتوبر، وأدعو لزملائي الذين ما زالوا على قيد الحياة وكلهم متصلين معي بالخير واليمن والسعادة، وأخص بالشكر السيد اللواء السيد حسن مصباح، حيث أنه كان من مصابي حرب الاستنزاف، فبأدي له التحية وبقول له كل سنة وحضرتك طيب يا سيادة اللواء، لأنك كنت قدوة لنا جميعا في الوحدة بي. انت كان سلاحك ايه يا حاج؟ كنت دفاع جوي، وكنت بتشرف بأنني كنت فرد من ضمن الأفراد الذين قاموا بالدفاع عن القواعد عن بناء القواعد الصاروخية في الجيش الثاني. وكانت السلاح التي كنت أتشرف بوجودي فيه المدفعية متملي، وكان هذا السلاح مفاجأة للعسكرية الإسرائيلية جميعا. خلمك قرب منك. ف عايزك بقى تعرفني ايه اللي حصل في حرب سقط فوق سماء الإسماعيلية، وكان من أهم الاستعدادات لحرب أكتوبر، وكان هذا الانتصار عظيم وتكلمت به جميع القوى السياسية في هذا الوقت. فأنا يعني بهني جميع أفراد القوات المسلحة وأتمنى لهم التوفيق، لأنني كنت فرد منهم على مدى 11 عاما مجند في القوات المسلحة المصرية. إسرائيل طبعا كانت مفكرة إن هي خلاص سينا في إيديها بعد النكسة. كانت هي يعني معتبرة نفسها هي أقوى جيش. أنتوا بقى استعدتوا إزاي لساعة الصفر؟ إحنا هزمنا إسرائيل مبدئيا في حرب الاستنزاف، لأن حرب الاستنزاف كانت الحرب الأولى، أكتوبر الحرب الثانية. في حرب الاستنزاف إحنا انتصرنا فيها انتصار عظيم، بس ما كانش معلن، وكانت إسرائيل بتصرخ لغاية لما كانت هتنهار، وكانوا بيرفضوا وقف إطلاق النار. وكنا احنا يعني اتعرض على القيادة العسكرية والقيادة السياسية مشروع اسمه مشروع ويليام روجرز، ده كان وزير خارجية أمريكا، ولما توسط عشان يعمل وقف إطلاق نار بعد أن اعترفت إسرائيل بهزائمها في حرب الاستنزاف، فجت القيادة السياسية وافقت على مشروع روجرز اللي هو وقف إطلاق النار لمدة 3 شهور. في خلال ال3 شهور دول كان سلاح حديث وصل للعسكرية المصرية، وهو سام 6. سام 6 دي في أثناء ال3 شهور بتاع وقف إطلاق النار
كنا يوميا واحنا على حرف القناة السويس في التينة والكاب نرى القوات الخاصة تعود من الضفة الشرقية بأسرى فظاع لا يقل عددهم يوميا عن 50-60 عسكري إسرائيلي، ده خلال حرب الاستنزاف. فكانت التخطيط لحرب أكتوبر ابتدى من حرب الاستنزاف، وعرفت إسرائيل مدى قوتها وعرفت مدى التطور والتقدم اللي حصل للقوات المصرية في هذا الوقت. سؤال تاني. طيب اكتر حاجه مؤثره شفتها ايه في الحرب حصلت قدامك؟ اللي كان رقيب اول الله يرحمه زميلي الشهيد حلمي عبد السميع السيد في بعض الغارات، وكان هو شغلته على مدفع رشاش. فهذا الرجل الشجاع، الرجل الجبار، الرجل اللي احنا اعتبرناه قدوة وقعدنا نحتفل بوفاته واستشهاده لغاية ما خرجنا من الجيش، هذا الرجل تحداه الطيار بالطائرة الفانتوم، لأن هذا الرجل بقى يضرب الطيارة لغاية ما حصل الطيار نفسه بقى يشاور له كده من فوق يأدي له التحية. وكلنا شفنا هذا المنظر، شفنا هذا المنظر من قائد الطائرة الفانتوم وهو يؤدي التحية لهذا الرجل الشهيد العظيم حلمي عبد السميع السيد، وكان من محافظة الشرقية. ولكن هذا الطيار ما عرفش يصطاده بالصواريخ، فهبط لأدنى درجة وأخذ المدفع بهذا الشهيد بجناح الطائرة. فهذا الموقف لن ننساه، وهذا المشهد من ضمن الدوافع اللي خلتنا ان احنا انتصرنا على اسرائيل وعزمنا العزم على ان احنا نقهر اسرائيل. خط بارليف استعدتوا له ازاي؟ خط بارليف انا كنت موجود في موقع في مكان اسمه التينة. التينة والكاب دول اضيق ممر مائي بين الضفة الغربية والضفة الشرقية للقناة، لأن إحنا لما كنا على الخط القناة كانوا بيستفزونا، لأن كان المسافة من الكاب من المنطقة الغربية اللي إحنا معسكرين فيها والمنطقة الشرقية اللي هي خط بارليف ما تقلش عن حوالي بتاع 100 متر أو 150 متر اتساع القناة في هذه المنطقة. فاحنا كنا بنشوفوهم يوميا، والحراسة بتاعتنا والخدمات بتاعتنا تتبادل معهم السلام. فكانوا بيستفزونا لدرجة انهم كانوا يجيبوا مجندات اسرائيليات وينزلوهم يستحموا في القناة امامنا. هذه الوقائع يعني حطت فينا الغيرة ان احنا لازم ننتصر على اسرائيل، لازم نطلع اسرائيل من المنطقة بتاعتنا ده، لان احنا كنا بنشوف المناظر اللي كانوا بيعملوها امامنا، كان يعني مناظر استهزاء بينا. فهذه كانت دفعة قوية ان احنا نستعد، لان دمر هذا الخط وفعلا تم تدميره بامكانيات عالية، بإمكانيات عالية. وتم قهر الجيش التي كان يطلق عليه إنه لا يقهر. كان سبب الانتصار الترابط والوحدة بينكم؟ سبب انتصارنا في أكتوبر استعداد القيادة العسكرية، استعداد تام، وعدم إفشاء بعض التعليمات أو البيانات الخاصة بموعد 6 أكتوبر. لكن احنا كنا في هذا في الوحدات بتاعتنا
حاسين ان في حاجه بتحصل. نعم. تدريبات خاصه، تدريبات على العبور في منطقه ماء بالشرقيه. حسينا ان في حاجه هتحصل، فكان الشعار بتاعنا حتى في التدريب قبل ما نخش الحرب كلمه الله اكبر. والله اكبر دي كانت الدافع لانتصارنا على القوات الاسرائيليه. فاحنا ابتدينا بالله اكبر دي في التدريب والاستعداد للعبور في منطقه بالشرقيه، منطقه معينه كانت خاصه بالتدريب للعبور. فالحمد لله ان احنا كنا عند حسن ظن القاده، والحمد لله ان القاده كانوا عند حسن، او كنا عند حسن ظنهم ان احنا هنقود المعركه بانتصار رائع تشهد له جميع انحاء الدنيا. بعد الانتصار ايه اللي حصل؟ بعد الانتصار احنا كنا في المنطقه الاماميه، رجعنا لمنطقه الجلاء في الاسماعيليه وقعدنا وكنا مبسوطين وفرحانين، وكل واحد طلع اللي جواه. وانا شخصيا وبعض زملائي قعدنا نفكروا في اللي حصل وازاي ده حصل، ازاي حصلت العزيمه ديت، والعزيمه جات لنا ازاي. فقعدنا مع بعض كل واحد يطلع اللي جواه. فانا طلعت كلمات يشهد الله بان هذه الكلمات كانت يوم 8 اكتوبر 73 في منطقه الجلاء بالاسماعيليه. فاكرها الكلمات دي حاجه؟ فاكرها. طب ممكن نعرفها؟ الكلمات ديت بقينا كنا مجموعه كده، وكان معانا بعض القاده بتوعنا، واللواء السيد حسن مصباح كان مقدم، الله اطال الله في عمره. هذه الكلمات كانت على القنال، يا ما شفنا عجايب على القنال. عدينا القنال بمجاديف وعبرنا وسلاحنا نضيف، وحطمنا خط بارليف، يا ما شفنا عجايب على القنال. عندنا صواريخ سام 6 مكتوب عليها رقم 6، ودينا شلناها اليوم 6، يا ما شفنا عجايب على القنال. عبرنا سينا بهمتنا، وكتير صحفية صورتنا، والكل شهدوا لقوتنا، يا ما شفنا عجايب على القنال. كنا للسلام سايعين والعالم كانوا سامعين، كنا للسلام سايعين والعالم كانوا سامعين، لحد ما أصرنا اللواء 90، يا ما شفنا عجايب على القنال. الله. كلمة أخيرة بقى توجهها للقوات المسلحة بمناسبة احتفال كده ب50 عاما على مرور حرب أكتوبر. أنا بوجه التحية للسيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أنه نموذج فريد من نوعه، وبفكرنا ببعض القادة العسكريين اللي احنا خدمنا معاهم، لأنه كان مش متغيرين عنه. وبهدي تحياتي لجميع أفراد القوات المسلحة بمناسبة العيد الفضي لحرب أكتوبر المجيدة، وأدعو لهم التوفيق، وأتمنى لهم أن يأخذوا من بعض زملائهم السابقين اللي احنا منهم قدوة لهم والعزيمة لهم. وشكرا.